ودرجات التصنيف الائتماني عند ستاندرد اند بورز كالتالي. اول تصنيف عندهم AAA اللي هو تريبل A، وده معناه سريعا ان ده اعلى درجه امان، وده بيشير الى ان الدوله دي امنه جدا، مفيش تقريبا احتمالات للتعثر، يعني اديها قروض وانت مطمن. التصنيف اللي بعد كده AA اللي هو دبل A او AA بلس او AA ماينس، ده معناه انه تصنيف ممتاز جدا، الدوله دي قويه ماليا جدا بس مش لدرجه الكمال، لدرجه اللي هو التصنيف بتاع التريبل A. التصنيف اللي بعد كده حرف الاي لوحده بقى A او A بلس او A ماينس، ودي معناها العام انها دوله قويه، مش قويه جدا بس قويه، عندها قدره قويه جدا على السداد، لكن ممكن تتاثر شويه بالظروف الاقتصاديه، بس دوله قويه. بعد كده عندنا تصنيف تريبل بي تريبل بي او تريبل بي ماينس او تريبل بي بلس، اي حاجه من الثلاثه دول معناها الاستثمار في البلد دي مقبول وامن، يعني ينفع تستثمر في البلد دي بنسبه ثقه كويس. التصنيف اللي بعد كده بي دبل بي او دبل بي بلس او دبل بي ماينس، وده معناه الشركه دي او البلد دي مخاطرها متوسطه. خد بالك كل تصنيف احنا عمالين بنقل، ده هنا البلد دي مخاطرها متوسطه، يعني الدوله دي عندها مخاطر بس ممكن تحول المخاطر دي لفرص. بعد كده بي بس بي او بي ماينس او بي بلس، ودي معناها انها دوله ذات مخاطر عاليه، البلد دي بتواجه تحديات ماليه واقتصاديه كبيره جدا. التصنيف اللي بعد كده سي او سي او تريبل سي او دبل سي او تريبل سي، اي حاجه سي فالدوله دي وضعها ضعيف جدا، في احتماليه كبيره قوي لعدم السداد، ما يقدروش يسدوا القرض اللي خدوه. اخر حاجه حرف الدي او الديفولت، ده الدوله دي خلاص حصل فيها تعثر، يمكن يكون حصل فيها افلاس، مش هتقدر تسدد القروض اوريدي.